شوط تاني استحواذ بيوصل ل 70% من ليفربول، زائد ان ليفربول تقريبا كان ناقص له تكه وهو ياخد الماتش ما بينه وبين ارسنال. فكان غريب جدا ان ارتيتا رغم ان هو عنده فرقتين تقريبا، بنتكلم على فرقتين مدججين بالمهاره والقوه والسرعه وكل شيء تقريبا. ارتيتا السنه دي بيعمل فريق قوي على المستوى البدني، بيعمل فريق قوي على المستوى الخططي، بيعمل فريق قوي على مستوى جدول الترتيب وجدول الدوري، متصدر ب6 بونت فارق عن السيتي وفارق عن ليفربول بتاع 14 بونت. يعني النهارده تحس ان ارسنال هو اللي بيطارد ليفربول، وليفربول هو المتقدم او هو اللي في صداره الدوري، وارسنال هو اللي في المركز الثاني بحركه النهارده مارتينلي مثلا وبرادلي. مارتينلي في اخر الماتش هو بيزق برادلي كده بره الخط عشان يعني يكمل الماتش والسرعه، وفي الدقيقه 90 والكلام ده كله في الدقيقه 92 فبيزقه وهو راجل مصاب ورجليه مكسوره او رجليه فيها مشكله، بيزقه بره الخط عشان يطلعه، عشان يعني يلحق الوقت والكلام ده كله. طبعا كانت حركه سيئه جدا، وهتحس قد ايه ارسنال النهارده كان متوتر على مستوى الكوره، متوتر على مستوى الاستحواذ، ومتوتر على مستوى اللعبه كويسه. ارسنال النهارده كان خارج الجيم تقريبا الشوط الثاني كله. الشوط الاول يمكن ارسنال ظهر في بعض الاوقات، اول 20 دقيقه كان كويس جدا، ولكن بعد كده بدا يفقد تركيزه وبدا يفقد الكره. النهارده كان سلوت تقفيل دفاعي محترم. انت عايز تشوف ليفربول بيلعب بشكل كويس، شوف ليفربول ازاي بيعمل توازن ما بين الدفاع والهجوم. النهارده ليفربول بيلعب بجابكم النهارده مهاجم واحد، وغير الشكل الخططي اكتر من مره ملائمه مع الجيم ومع الماتش. وبالتالي النهارده كان بيقفل زوايا التمرير البدائي، المساحات، كان بيلعب تحت الكره اغلب الوقت بس، ولكن بشكل منظم وبشكل جيد جدا. النهارده فيرجيل فان دايك بيلعب بشكل كويس هو وابراهيم كوناتيه. والنهارده كانت مفاجاه بالنسبه لي، ابراهيم كوناتيه بيلعب بتوازن وبعقلانيه كبيره جدا في ارض الملعب. فولنبرج برضو كان النهارده كان المهاجم اللي كان بيتفضله المساحات قدام عشان يقدر يهدف النهارده، ولكن طبعا مع غياب اهم هجوم او نجوم الفريق في الهجوم كان محمد صلاح، بدون مهاجمين اصلا بشكل يعني مفيش مهاجمين خالص. ورغم كده قدر النهارده ليفربول يشكل خطوره قويه جدا على ارسنال ويحرمه من